تخيلوا معايا خوتي خواتاتي العام كامل وانت خدام وصابر وكتكافح وكتجمع سنتيم بسنتيم باش يجي الصيف وتهز وليداتك وتهبط للمغرب باش دوز العطله الصيفيه مع صحابك ومع عائلتك اللي كتشوفهم غير من العام لعام. وكاين اللي عامين وكثر عاد كيشوف وكتجي باش دوز وقت زوين وتسارى وتسافر وتقضي العطله ديالك في امان الله ورعايته. وحتى لهنا كلشي مزيان، وفاش كتجي كتفاجئ بالغلا والفواتير الصاروخيه على ابسط الخدمات السياحيه والفوضى والاستغلال، خاصه للناس اللي عندهم ترقيم اوروبي كيبغيو يعصروها. هادشي كيخلينا نطرحوا ثلاثه ديال الاسئله مهمه. اشنو طريف السياحه الداخليه ديال المغرب؟ وعلاش بزاف ديال الجاليه المغربيه قرروا يسافروا لدول اخرى بحال تركيا وماليزيا ودول اوروبيه باش يقضيو الفاكونس ديالو؟ واش هادشي عنده علاقه بالاسعار ولا هادشي غير احتكار واستغلال ديال الوضع الصيفي والموجه ديال الحر؟ نبداو على بركه الله ومرحبا بكم في قناه المستقل. وما تنساوش ديروا متابعه الا كنتي اول مره غادي تشاهد هاد الصفحه، وديروا جيم وديروا اي كومونتير كيف ما كان وبارطاجيو الفيديو لعل الافاده يستفد من الجميع. الصيف والحراره المفرطه ديال هذا العام خلات بزاف ديال المدن السياحيه يبانوا خاويه، خاصه في جهه الشمال اللي كتعتبر من الوجهات السياحيه اللي كيكون عندها اقبال كبير في عدد الزوار. والسبب هو ضعف الاقبال ديال بزاف ديال المغاربه والاجانب اللي كيجيو يدوزوا الكونجي الصيفي ديالهم، وبسببه كتحرك عجله الاقتصاد والتنميه السياحيه. وهنا كنقصدوا مدن الشمال بحال طنجه ومارتيل والحسيمه والمضيق اللي ولفوا السكان ديالهم يستقبلوا الالاف ديال السياح مباشره ما كتدخل الصيف. كنشوفوا الزناقي خاوي وكنشوفوا البلايص السياحيه بحال ما فيها حتى شي واحد. ما شفناش الاكتضاد اللي تعودنا عليه، وما بقيناش كنشوفوا البحور عامرين بالزوار المحليين اللي كيجيو تقريبا من جميع المدن المغربيه. كنهضر على ديك الطبقه المتوسطه اللي ما كيفوش الصالير ديالها ما بين 5000 درهم حتى ل 8000 درهم. اما الطبقه الكادحه والفقيره كاع فراه ما كتشوفش البحر كاع وما كدير شي حاجه سميتها السياحه. هاد الازمه السياحيه دارت خنقه كبيره للسماسريه ديال الديور والشقق الجاهزه بعد ما كانوا كيتشكاو العام اللي فات من الازدحام والاكتظاظ الكبير اللي عرفاته الجهه الشماليه. حتى جا الصيف ديال 2024 وقلب الموازين كامل، ما كاينش اقبال وما كاينش الزحام، وعلى حساب اللسان ديالهم الحركه ميته هاد العام. يعني العرض كاين والطلب ضعيف، وهذا الركود الغير مسبوق اللي كيعيشوا القطاع ديال السياحه في شمال المملكه ومقارنه مع السنوات اللي دازت يقدر ياثر على القطاع السياحي والارباح ديالو. يقدر ياثر حتى على بزاف ديال الناس اللي عندهم مشاريع سياحيه صغيره بحال السناكات والمطاعم وصحاب القهاوي، ويقدر يدير لهم ضعف الرواج. ونفس الركود كتعيشوا مدن سياحيه اخرى بحال السعيديه اللي كتشكاو المصطافين فيها من ارتفاع الفواتير خاصه في الاكل والمبيت. تخيلوا معايا قبيله طبسي ديال الطعام، اقسم بالله العلي العظيم واليوم الجمعه طبسي ديال الطعام. كانوا العائله في البحر، رجعوا للدار تما في السعيديه رانا مخيمين، قالوا لي جا في خاطرنا الطعام. مشيت دوماندي طبسي ديال الطعام، مشيت حموده فين كاين دوك البرارك، طبسي ديال الطعام ماشي عامر، داروه بلا هكا نشوف فيها عمرت الطعام ودارت له باليد هكذا سواتو رداتو بلا، وقدرت فوقو شويه الزروديه شويه القرعه خضراء، وقبضت واحد قلت لها ديري الدجاجه كامله، قسمت الدجاجه على جوج، دارت مرسوم منها وهزت واحد المغرف فيه شي حبات ديال الحمص والبصله وشويه الزبيب وهي تزلع فوق الدجاج. شحال نعطيك؟ قال لي 36300 360 درهم في كاليفورنيا في نيويورك في الشونزيليزي في مراكش، والله ما يطلبوا لك هذا الثمن 360 درهم قال لي. وحتى في الرباط وكازا ومراكش السياحه فيهم شبه منعدم، وهذا الشيء راجع للثمن الباهظ ديال المبيت بحيث وصلت الليله الواحده لاكثر من 8000 درهم. بلايص في الدار البيضاء لابارتمون جوج ديال لي بياس وصالون كويزين سال دو بان شحال 12000 درهم. مناطق في الرباط اكدال ولا حسان ابارتمون بهذه المواصفات شحال 9000 درهم 8000 درهم، والناس تسطا عباد الله. ولا جينا نشوفوا الاسباب والعوامل الرئيسيه ديال هذه الازمه السياحيه الخانقه ديال هذا العام، غادي نلقاو اول سبب وهو ارتفاع الاسعار. فتخيلوا معايا خوتي كيلو ديال الدجاج وصل 30 درهم، وكيلو ديال اللحم وصل حتى ل 120 درهم، وجميع المواد الغذائيه ارتفعت وزادت ارتفاعات في هذا الصف. واشي خلى بزاف ديال الاسر من الطبقه المتوسطه والفقيره ما يوفروش، ما يديروش الدخل وما يجمعوا والو، ولاو كيتكافاو غير مع المصاريف ديال الدار والكرا والماء والضوء. وما ننساوش عيد الاضحى اللي كانت فيه الاثمنه شاعله فيها العافيه،
وكاين للاسف اللي ما عيطش، وهادشي سببه الغلا والجشع. اما السبب الثاني وهو اختيار بزاف ديال المغاربه وجهات اخرى خارج المغرب. كنعيش في اوروبا وجيت باش ندوز كونجي ديالي هنا في المغرب. الساعه لقيت الاوضاع تبدلات بزاف سبحان الله العظيم، ولات لي غلا اللي زعما انا كنبوظ لهاد الناس ديال هاد البلاد كيفاش كيعيشوا، بالاخص الطبقه الضعيفه. كنهضروا على اكثر من مليون سائح قرروا على انهم يقضيو العطله ديالهم في اسبانيا وفرنسا تزامنا مع الاولمبيات اللي كاين دابا، وهذا الشيء راجع للاستغلال وعلاش لا ما نقولوش الاحتكار اللي بان بكثره في هذا الصيف. اختيار ديال اسبانيا وغيرها من الدول بحال تركيا وفرنسا وماليزيا راجع للاثمنه اللي في متناول الجميع والجوده في جميع الخدمات السياحيه. فلا خدينا اسبانيا فراه استقبلات في هذا الصيف اكثر من 41 مليون سائح اجنبي، وإلا قارناها مع المغرب غادي نلقاو ابسط الحاجيات السياحيه في متناول الجميع ورخيصه وعليها طلب كثير، بحال الاكل والمبيت وحتى المواصلات. ناخذ مثال بسيط ونمشيو غير الماركت بليس وغادي نبحثوا على شقه مفروشه او منزل جاهز وغادي نلقاوه باكثر من 600 درهم الليله، وكاين اللي واصله حتى ل 1500 درهم الليله الواحد. ونفس الشيء غادي نلقاوه في تركيا، وحنا عارفين باللي الليره التركيه ارخص من الدرهم المغربي، والسياحه فيها كتجذب الملايين من الزوار لا في الصيف ولا حتى في الشتاء. وعلى حسب الراي ديالي الشخصي فراه خاص مراقبه صارمه للفواتير والاسعار ديال السياحه بصفه عامه، وخاص يكون تخفيض لهاد الاسعار باش يكون في متناول الجميع وما نخليوش بزاف ديال المغاربه يمشيو على برا وتضيع علينا السياحه الداخليه. ولا ما كانش هاد المراقبه وتبسيط الامور السياحيه لصالح المواطن فراه القطاع ديال السياحه بصفه عامه غادي يتاثر بعد ما كان منتعش العام اللي فات. وانتم الخوت عطيوني الراي ديالكم بخصوص ضعف الاقبال على السياحه الداخليه في المغرب.